السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ علكم بخير ان شاء الله، وتكونوا خلصتوا الفيديو بتاع الكلمات، مراجعة الكلمات. النهاردة ان شاء الله الجزء الثاني في مراجعة الترم الاول. انت عندك ادي في نفس الملزمة اللي احنا بعتينها، ادي تلخيص الجرامر. هتمشي اول صفحة، تاني صفحة، تالت صفحة، رابع صفحة، خامس صفحة، كل ده تلخيص الجرامر اللي عندك في الترم الاول. بعد كده نستعين بالله عز وجل عشان نبدأ تلخيص او نبدأ الحل بقى بتاع التمارين. اول جملة عندك بيقولك while I dinner someone knocked on the door. وانا باكل حد خبط على الباب. لو تفتكروا في الشرح بتاعنا كنت دايما بقولك استخدم ايدك في الحركات دي، استخدم ايدك وانت بتقول الحدث ده مستمر ولا الحدث ده قاطع. فهنا معنى have معناها يتناول الطعام، فتوضع في الاستمرار عادي جدا، فهتبقى while I was having. ليه؟ عشان وانا باكل هتلاقي ايدك اتمدت لقدام كده، حدث مستمر. حد خبط على الباب، التخبيط على الباب ده هو الحدث القاطع اللي هيقطع تناول الطعام، فكده يبقى ماضي مستمر، والناحية التانية ماضي بسيط يبقى was having. يلا بينا على الجملة التانية. مستر علي at a shop for 10 years. شغال في محل بقاله 10 سنين. before he got job in the bank او at the bank. تعالوا افكركم بحاجة احنا كنا قايلينها في الوحدة التانية، ان اي ايه بعدها تام واي بي بعدها بسيط. احنا عندنا هنا بي اللي هو before اهي جاي في النص، فبيفور دي جاي بعدها ماضي بسيط اللي هو جت، فعل واحد اهو شاذ في الماضي البسيط، يبقى الناحية التانية ماضي تام. في الاختيارات مفيش غير ماضي تام مستمر هناخده، لان هو قالك for 10 years، قالك المدة اللي هو اشتغلها، يبقى ماضي تام مستمر. لحد دلوقتي جمل بسيطة مفيش فيها اي اشتغالات. جملة رقم 3. The bridge over the valley is built on a. تعالى بس اقولك في الاول ان البريدج الكوبري مش هيبني نفسه، وفالي معناها الوادي، هو مش هيبني نفسه. بالمناسبة كلمة فالي دي جت في امتحان ثانوية عامة امبارح انجليزي، وكان جايب لهم فالي اوف ذا نوبل، يعني وادي الملوك او وادي الملكات فهم ترجموها جايزة نوبل، معرفش ازاي، الله المستعان. فده فالي معناها الوادي يعني. is built ده مبني للمجهول عشان مش هيبني نفسه. امشي كده هيقولك on a scale. لو هنمشيها لغة فاحنا عندنا مصطلح لغوي في الوحدات الاولى اسمها on a big scale او on a bigger scale، يعني على نطاق واسع. لكن لما نمشيها جرامر فاحنا واخدين في الوحدة التانية حاجة اسمها مقارنة الصفات. كان بيبقى معانا اسم اولاني ومعاه فعل من افعال بي او من افعال 11، فدي عندك the bridge وعندك is. الناحية التانية اخر الجملة بيبقى فيه اسم تاني اهو the river، وبيبقى معاها كلمة ذان، ادي جاية كلمة ذان اهي. كده هيتبقى ايه؟ هيتبقى ان انا انطق الصفة. شوفها قصيرة عشان تحط لها اي ار، ولا طويلة عشان تحط قبلها more او less وبعدها ما تحطش حاجة لان هي صفة طويلة. تعالى ننطق كده الصفة big، فبيج دي صفة قصيرة فنحط لها اي ار فهتبقى bigger اللي هي الإجابة بي. يلا بينا على جملة 4. This is the most. خد بالك ان ادي ذا ودي كلمة اخرها اس تي، لان احنا قلنا سواء تفضيل، سواء الاعداد اللي هي first و last، سواء الصفات، اي حاجة ذا اس تي احنا بناخد ever بتاعت المضارع التام. فبيقول لك this is the most difficult situation الاي بتاخد have، يبقى have ever faced. have ever faced ده اصعب موقف انا واجهته في حياتي. واحد فيكم هيقول لي طب ما هاد غلط يبقى ايه وسي غلط، اتبقى عندنا بي ودي، ما ممكن تبقى دي. هقول لك دي مبني للمجهول، بيقول لك had ever been faced. تعالى نسال كده الاختبار اللي احنا بنعمله المعلوم والمجهول. انا اللي واجهت الموقف يبقى مبني للمعلوم، يبقى الاجابه بي اللي هي have ever faced، ما هياش دي. جمله 5. when the bus plugged off the bridge. لما الاتوبيس نزل من على الكوبري. it was the experience of my life. هو يعني بص وقع بقى اتزحلق، يعني ده بيقولك كانت اكتر حاجة مرعبة في حياتي او اكتر خبرة صادمة في حياتي، تجربة يعني. we were lucky that nobody was hurt. احنا كنا محظوظين ان محدش اتأذى او محدش يعني اتعور. فهتبقى most shocking. هتقولي ليه؟ هقولك عشان في ذا هو اتكلم عن تجربة واحدة بس، فده كده اللي هو التفضيل، تجربة واحدة فقط، ده التفضيل. ثم تفضيله جاب لك منها ذا، تروح على شوك. هل دي صفة قصيرة عشان مثلا اقول شوكينج او شوكست؟ لا، صفة طويلة فناخد موست شوكينج لان هي اسم كمان. تعال على جملة 6. My brother was finally that he had been selected. طيب اولا احنا معانا الفعل اللي تحت، لازم نقول بالفعل اللي تحت نشوفه اذا كان معلوم ولا مجهول. تعالى نمشي كده. had been selected for the new position as a sales manager. تم اخبار اخي
ان تم اختياره كمدير مبيعات. تعالى تحت، اسكد معناها يطلب او يسأل، فكده كده دي بره اللعبة. سيد معناها يقول، هو اللي هيقول، لا طبعا ده تم اخباره، فكده كده دي كمان بره اللعبة. تعالى على دي معناها ordered، معناها يأمر او يطلب، لا هو ما ينفعش يأمر او يطلب بمكانه في العمل، فالوحيدة اللي تنفع صح هي سي informed، يعني تم ابلاغه، تم ابلاغه. جملة 7، let's go to the club، يلا بينا نروح النادي. This sentence is kind of a أو an. كلمة let's دي من الأنواع اللي احنا واخدينها بتاعت السجستشن. ودي كنا قلنا فيها حاجتين. قلنا رقم 1 إن هي بيجي بعدها فعل في المصدر. قلنا إن أي let's وأي فعل من الأفعال الناقصة وأي why don't مع الجمع أو why doesn't مع المفرد، الحاجات دي كلها بيجي بعدها فعل في المصدر. الحاجة التانية اللي قلناها في let's ان انا لو عايزه اتكلم بصيغه غير رسميه informal بقول let's اللي هي الابوستروفي اس، انما لو عايزه اتكلم مع حد بصفه رسميه فبقول let us. تعال على جمله 8، for the next year، للسنه الجايه، احمد on an engineering project in Alexandria. بالراحه كده بيقول لك السنه الجايه، يعني لسه مش دلوقتي، فدي حاجه كده في المستقبل. هيكون شغال على مشروع في اسكندرية، فالعمل على مشروع ده حدث مستمر. حدث مستمر في المستقبل يبقى ده زمن المستقبل المستمر، يبقى will be working، will be ing. انزل على جملة 9، لقيته بيقول لي باي، فأنا عندي حدثين في الباي، ده حرف البي، يا إما يجي بعدها ماضي بسيط عشان الناحية التانية يجي ماضي تام، يا إما يجي بعدها حدث او وقت مستقبلي عشان اخد بعدها will have تصريف ثالث. فببص كده لقيته بيقول لي باي 2050، في 2050، لا ده حدث مستقبلي. حدث مستقبلي مع باي اخد مين؟ احنا متفقين اي باي مع حدث مستقبلي باخد مستقبل تام اللي هو عبارة عن will have تصريف ثالث او will have been تصريف ثالث على حسب معلوم ولا مجهول. فهنا بيقول لك I think that astronomers، علماء الفلك، هم اللي هيكتشفوا، هم اللي هيجدوا، يبقى معلوم، يبقى will have found. جملة 10، we won't be able to live on Mars، احنا مش هنقدر نعيش على كوكب المريخ until we. تعال نفصل الجملة. قلنا في أحداث المستقبل، في المستقبل عموما لما بنيجي نتكلم عن الروابط بنقول ان احنا بيبقى معانا في الجملة رابط، ثم بعد الرابط بعمل ايه؟ بدور على زمن من اشكال المستقبل معايا، فببص هنا لقيت until، ده رابط. ببص قبله لقيت want ومعاها be، يبقى كده will والمصدر، يبقى ده شكل من اشكال المستقبل اللي هو المستقبل البسيط. كده معايا جزئين اتحلوا، الرابط والمستقبل البسيط. مين اللي باقي؟ قالك بتبص على النص التاني وتاخد يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام. طيب مين بعد الرابط؟ ده we، ضمير جمع، فلو مضارع بسيط هياخد فعل في المصدر، طب لو مضارع تام هياخد have تصريف ثالث. ببص كده ما لقيتش فعل في المصدر لكن في have found في be. اللي بعديها جملة 11، I felt really sick، أنا حاسس إن أنا عيان. The party ده معناه إن أنا معايا اسم يبقى ما ينفعش أي رابط من الروابط غير during، تاخدها عندك سي أهي. اللي بعدها جملة 12، have you spending the weekend in the country، ده اقتراح، ده نوع من أنواع السجستشن، وإحنا عندنا أحد الاقتراحات كان اسمها have you considered، يجي بعدها ing. واحد هيقول لي طب ما احنا واخدين حاجة كمان اسمها have you thought، اقول لك بس معاها حرف الجر about، يعني كده agreed و did سي ودي دول ملغيين خالص مستبعدين. الحل دلوقتي يا A يا B، فانت عندك considered ing و thought ing، بس thought لازم يجي بعدها about، فabout مش موجودة يبقى هنعتمد considered. اللي بعدها you could، ده برضو احد اسباب او احد طرق السجستشن، الاقتراح، واحنا متفقين ان كود دي من الافعال الناقصه واي فعل ناقص بيجي بعده مصدر فهيبقى have. جمله 14، be careful، خد بالك، you must making such mistakes، ما تعملش الاخطاء دي. ما اعملش الاخطاء يبقى اتجنبها، يبقى اخد الفعل avoid، تجنب عمل الاخطاء. وما تنساش ان avoid بيجي بعدها الجيرند، فعل زائد ing او اسم. دي حاجة. الحاجة التانية لو جيت تاخد باقي الاختيارات، تعالى من الأول enjoy، هستمتع بعمل أخطاء؟ أكيد لأ. refuse، هرفض عمل الأخطاء، مش بمزاجي. intend، هنوي عمل أخطاء، ده بلطجة منك بقى، ده ما ينفعش. يبقى الوحيدة الصح avoid. تعالى الجملة 15، when you are worried about things، لما بتقلق من حاجة it's best، من الأفضل to concentrate on، تركز على، وكلمة concentrate on بتساوي focus on، الاتنين معناهم يركز على. on the things، على الحاجات you control can،
ودي جمله جايه بالنص من الدروس بتاعتك في الوحده بتاعه البيرن اوت، الانهاك العصبي او الارهاق العصبي. كان بيقول لك لما تحس ان الدنيا كلها مقلوبه فوق دماغك، الحاجات اللي ما تقدرش تتحكم فيها ما ينفعش تقلق تجاهها. يعني مثلا جدول الامتحانات نازل، خلاص نزل يا حبيبي، انت تعمل ايه؟ مثلا الماده دي جايه مع الماده دي ازاي، او بعد الماده دي، الحاجه اللي مش هينفع تتحكم فيها او تعدلها سلم امرك لله فيها وما تتكلمش وما تقلقش وما تتوترش، اللي يمشي عليك يمشي على باقي الدوله. لكن الحاجات اللي ينفع اتحكم فيها زي ايه مثلا؟ زي مثلا اتنين بيتخانقوا هنا، انا ينفع اسيبهم واروح اقعد في مكان تاني عشان اهدى، تمام. مثلا لا ده انا جعان، طب ما تقوم تاكل ما دام متوتر من الجوع. ايه ده انا عايزه انام بس انا ماسك الموبايل ومنعني من النوم، لا سيب الزفت الموبايل وانت تنام. يبقى الحاجه اللي ينفع اتحكم فيها هي لا تجاهها، لكن الحاجه اللي ما ينفعش اتحكم فيها سلم امرها لله، يبقى كانت كنترول اللي اقدر اتحكم فيها. جمله 16 I hope اتمنى the biology exam ان امتحان الاحياء I'm so worried انا قلقان. كلمة hope وانا شرحتها قبل كده واعيدها تاني، اسمها افعال مستقبلية. hope promise warn threat يهدد، expect يتوقع، think يعتقد او يظن، وفي عندنا فعل كمان اللي هو predict يتنبأ، وبروميس يوعد. الافعال دي كلها اسمها افعال مستقبلية. لو جه بعدها فاعل هاخد will والمصدر، لو هي جت نفسها ماضي يبقى الفاعل ياخد would والمصدر. طب لو فصل بذات، ودي اللعبه اللي انا قلت لكم لعبها في ثانويه امبارح، لا ساعتها بقى ابدا اشوف اللي بعد الجمله لو في رابط او حاجه عشان ممكن تبقى ويل. بس هي عموما كان في جدل كبير قائم ان الجمله ممكن تنفع ويل او وود عشان الطياره لسه ما وصلتش او الحدث لسه ما وصلش. ان شاء الله لما احل معاكم الامتحان نبقى نشوف الجمله دي. بس خلينا هنا ببص على هوب، ما لقيتش بعدها حاجه، مفيش فاعل، يبقى تاخد طول مصدر. يبقى الافعال المستقبليه لو في فاعل ويل والمصدر، لو في مفعول طول مصدر، مفيش لا فاعل ولا مفعول ناخد طول مصدر. جمله 17 I always try to avoid، انا لسه قايله حالا ان avoid بياخد ing او noun، هناخد mixing a. جمله 18 we our project done last night so now we can relax، يلا بينا بقى نستريح دلوقتي عشان احنا عملنا المشروع بتاعنا. لو هتمشيها grammar فاحنا كده دي الوحده الثابته السببيه، احنا كده عندنا our project ده غير عاقل جاي بعده تصريف ثالث يبقى ميك مستبعده. هتقولي ليه ميك مستبعده دي اول واحده؟ هقولك لان احنا قلنا ان ميك دي الوحيده اللي بتيجي مع الغير عاقل معاها طول مصدر، انما باقي الافعال كلها بتاخد تصريف ثالث. لو تفتكر الوحده الثابته انا كنت ملخصها لك، كنت بقول لك HLM عاقل مصدر، AFG عاقل طول مصدر، بعد كده بناخد اول اتنين مع اخر تلاتة اللي هو HL بس اول اتنين مع اخر تلاتة AFG، مع الغير عاقل ياخدوا ايه؟ تصريف ثالث اللي هو جاي لك دلوقتي في الجمله. لكن الام لوحدها اللي هي كانت التالتة من اول اتنين اللي انا سبتهم دي كانت بتاخد طول مصدر مع الغير عاقل. نمشي بقى مع الجمله كده، انا معايا allow وجات وجيت. ببص على الجمله لقيت فيها كلمه last night، دي جمله في الماضي، يبقى لا جيت تنفع ولا allow تنفع، هناخد جات اللي هي في الماضي. ادخل على جمله 19 وسمي الله. The lawyer accused the prisoner، كلمة accuse ده فعل بياخد off وبعدها ing، دي واحدة 5، يبقى accuse the prisoner of lying in his statement، قال له ان انت السجين يعني انت كذبت في الحالة او البيان اللي انت ادلت بيه. تعال على جملة 20 The team training together for months before they were given the chance to compete، الفريق اتمرن مع بعض لشهور طويله قبل ما يبقى عندهم الفرصه ان هم ينافسوا. تعالى نمشي واحده واحده. اولا قلت لما تبقى الجمل الكبيره دي اللي هي فيها رابط لازم احدد الرابط، عشان هم بيبقوا 3 اجزاء، جملتين ورابط، هو لازم يديك الرابط وجمله من الجملتين وعلى اساسها انت بتختار الجمله الثالثه. الرابط اللي عندي هو رابط before، لو خدت بالك before، فبيفور بيجي بعدها ماضي بسيط، فهو جايب لك وير جيفن ماضي بسيط مبني للمجهول. كده الحمد لله انا عرفت ان البي بعدها بسيط. مين اللي باقي في القاعده دي؟ تام، ماضي تام، فهناخد هاد بين، وده ماضي تام مستمر، هاد بين ing لانه قال لك 4 months لشهور. يلا على جمله 21 my parents بابا وماما me finish، ادي قاعده تانية للوحده الثابته هي نفسها. عندي مي انا عاقل وعندي فينش فعل في المصدر. مين الافعال اللي بتيجي في العاقل مع المصدر؟ HLM فقط، هاف وليت وميك. ادي ميك هناك هاف دي هتختار ميك وتبقى صح وزي الفل. جمله 22 بيقول لك I remember this man in the club a year ago، انا فاكر ان انا شفت الراجل ده من حوالي سنه. احنا قلنا في قاعده remember وforget واحده ال5 لو تفتكر معايا، قلت remember forget regret وtry
وستوب. الافعال الخمسه دول لو جه بعدهم الفعل زائد اي ان جي معناه ان الحدث تم، لو جه بعدها تو والمصدر معناه ان الحدث لم يتم. فانا عندي هنا ريمبر بيقول لك انا شفت الراجل ده من سنه، يبقى الحدث تم، هو شافه فعلا، يبقى ناخد seeing فعل زائد اي ان جي. يلا بينا على جمله 23 بسم الله. don't forget نفس القصه اهي، forget اهو اللي هو نفس القاعده بتاعت remember. مالها؟ لو اي ان جي يبقى الحدث تم، تو المصدر يبقى ما تمش. فهو بيقول له don't forget off the computer when you have finished with it. لما تخلص وابقى اطفي الكمبيوتر. يبقى هو طفاه ولا لسه؟ لسه يبقى تو المصدر، يبقى تو سويتش. اللي بعديها 24. ابو فاروق is tall than الضيفي. طيب احنا عندنا هنا واحد هيقول لي طب ما هي طول دي صفه قصيره. ايوه صح. طب وانا ليه بقى اخد معاه ما اخدش معاها اي ار مع ان معايا ذان؟ ليه ما اقولش تولر؟ بتحصل احيانا ان الجمله ما يجيش معاها تولر الصفه وتلاقيه حاطط لك قبلها حاطط صفه قصيره وبعدها ذان من غير الاي ار وعايزك تاخد له حاجه، فده بتبقى احيانا للتقليل فهتاخد لس. اللي بعديها اي سو. لكن طبعا لو جات لك في الامتحان تولر صفه قصيره هتختار الصفه القصيره فورا تولر. جمله 25. I saw ايتن last week. انا شفت ايتن الاسبوع اللي فات. I hear since 2019. انا ما شفتهاش من 2019. ما دام انا شفتها الاسبوع اللي فات يبقى ما شفتهاش من 2019. اولا عندك السنس بعدها ماضي بسيط، سنس ماضي بسيط، يبقى اللي قبلها يا اما مضارع تام يا اما ماضي تام. ليه؟ تعال اقول لك. واحد بيقول لك ما شفتهوش فده نفي، يعني تنفع الاثنين. تاني حاجه احنا واخدين في المضارع التام اصلا ان سنس دي احد الروابط او الكلمات الداله اللي بيجي بعدها يا اما اسماء الفترات يا اما زمن الماضي البسيط. فانا هعتبر ان هنا ال 2019 دي رقم السنه اللي هو اسمها، او برضه هعتبرها ماضي بسيط. طيب ايه بقى ترتيب الاحداث؟ بيقول لك ما شفتهاش من 2019، يبقى ده حدث اول يعني ماضي تام، يبقى hadn't seen. اللي بعديها جملة 26. There is a good film in TV tonight. It at 10. طيب مش دي مواعيد؟ مش احنا متفقين ان احنا عندنا المواعيد كلها ده تايم تيبل، جداول مواعيد ثابته، وجداول المواعيد الثابته بنتعامل معاها بالمضارع البسيط اللي هو تلخيصه بمنتهى البساطه. قلت لك بص على الفاعل اللي جاي لك في الجمله، لو هو اي او اسم او ضمير جمع بتحط فعل في المصدر. طب لو هو مفرد بتاخد فعل اخره اس، فانت عندك starts هناك اهي starts فعل اخره اس. انا جمله 25 عايز اخد haven't seen عادي، ما انا ممكن اقول ما شفتهاش، ما ده حدث في الماضي واثره موجود او مستمر، بس هو هنا مش مستمر، هو نهاها لانه قال لك شفتها خلاص الاسبوع اللي فات، فكده خلاص ما بقاش مضارع تام. ماشي ارجع 27. please I want my car. لو سمحت انا عايز العربيه بتاعتي. طيب want من الافعال اللي بتاخد تو المصدر، ماشي. طيب هنا ممكن ياخد تو examine عشان تو المصدر مباشر. هقول لك طب وهي العربيه هتفحص نفسها؟ لا، ده مبني للمجهول، هتبقى to be examined. want معاها تو بتعامل كأنها أفعال مستقبلية زيها زي الأفعال الناقصة بالظبط، لما بتيجي في المجهول بنحط بعدها بي تصريف ثالث. اللي بعده علي to the market he is at home now. مادام at home now يبقى راح وجه. تعال افكرك في المضارع التام خدنا حاجة اسمها راح وجه وراح وما جاش. راح وجه معناها been to، سواء بقى مع المفرد ياخد has been to او مع الجمع ياخد have been to، معناها راحوا المكان ورجع. معانا حاجة بقى كان اسمها gone to معناها لو مع الجمع have gone to، لو مع المفرد has gone to معناها راح وما رجعش. وكان معانا حاجة اسمها been in، وbeen in معناها مقيم في المكان او عايش في المكان. هنا بيقولك في البيت دلوقتي يبقى راح وجه يبقى has been. جملة 29. the rain us from playing football. الفعل اللي هنا هو فعل ستوب. ليه؟ فعل ستوب هو الفعل الوحيد في الوحدة الخامسة او عموما اللي بياخد from و ing بعد المفعول. فبيقول لك المطرة اوقفتنا عن اللعب، مفيش غيرها حتى في المعنى صح، stopped. الجملة اللي بعديها جملة 30. my computer worked well او worked well. طب هو انا الكمبيوتر بتاعي ده يشتغل لوحده يعني هيصلح نفسه؟ لو بصيت في الافعال الموجودة عندك في الاختيارات هتلاقيه بيقول لك fix يصلح. هل الكمبيوتر هيصلح نفسه؟ لا، يبقى ده مبني للمجهول، يبقى كده اول واحدة الاي ان جي بتاعت المعلوم دي غلط.
طب اللي بعديها having fixed، طب ما هي كده برضو مبني للمعلوم، برضو غلط. طب الاخيره خالص to be fixed، ماشي بس احنا بنبداش الجمله ب to be fixed، ده لسه هتتصلح، انما هو قال لك اشتغل يبقى تم اصلاحه، يبقى having been fixed تم اصلاحه. خد بالك ان احنا قايلين ان have من الروابط اللي ما بيجيش بعدها فاعل، او من الروابط اللي بتحب يجي بعدها تصريف ثالث. طب لو هو مبني للمجهول هيجي بعدها بين، ما هو بين برضو تصريف ثالث، ثم التصريف الثالث الثاني. جملة 31 as I was shopping last night، وانا بتسوق الليلة اللي فاتت I met May، انا قابلت مي، نفس الجملة اللي فاتت. هو هنا جاب لك ماضي عشان يجبرك ما تاخدش مضارع تام، فاهم؟ I heard since last month، ما شفتهاش من الشهر اللي فات، يبقى hadn't seen. هنا ترتيب احداث زي ما قلت لك، مش since اللي بتاخد مضارع تام. الجملة اللي بعديها I'd rather you this flat it's a bargain، دي صفقة، اتمنى ان انت تشتري الشقة دي صفقة. تعالى اقول لك على حاجه في rather دي وانا شرحها هتلاقيها مشروحه مفصله ان شاء الله، هتنزل لك في ورق مفصل في حل الامتحانات الاسترشاديه بتاعت ثانويه عامه قبل ما نبدا حل امتحانات المعادله. بيقول لك would rather you، مادام هو جايبها كده على بعضها وفاعل يبقى تاخد ماضي بسيط. would rather you ماضي بسيط. طب بص كده على الماضي البسيط، هو كان عباره عن ايه؟ عن فعل منتظم اخره ايدي او فعل شاذ، فانا عندي هنا فعل شاذ اهو اللي هي بوت. اللي بعديها لو كنا عايزين would rather في الماضي بقى، لو بتمنى انا دلوقتي بتمنى انه يشتري حاجه دلوقتي، او بقول له يفضل تشتري حاجه دلوقتي، فحطيتها في الماضي البسيط. لو انا بقى كنت بتمنى حاجه في الماضي اصلا وجبت كلمه بتدل على الماضي، يبقى كنت احط الماضي الاقدم اللي هو ماضي تام، لان دي زي وش كده بالظبط، هتلاقيها مشروحه ان شاء الله في الورق اللي نازل لك. after ياسر، ادي حرف الايه، احنا متفقين بقى في قاعده معانا في الموضوع ده، قلنا اي ايه بعده تام اللي هو ماضي تام، دي الوحده الثانيه كان تلخيصها اي ايه بعدها تام واي بي بعدها بسيط. مين الايه؟ after as soon as، ادي عندي after اخد بعدها ماضي تام. هل هو جاب لي هنا كميه مفعول كبيره؟ لا، ده جايب لي 2 chapters، مش كميه مفعول كبيره ولا حاجه. طب هل هو هنا جايب لي وقت مده؟ لا مش جايب وقت، يبقى انا كده ما ينفعش اخد had been reading اللي هي الماضي التام المستمر اللي هي بي. طب وايه ده؟ مضارع، انا كده مش عايز يبقى ايه وبي غلط. اتبقى عندي had read استنوا كده التصريف كان ايه؟ read التصريف التالت read ولا had been read؟ تعال نشوف ده مبني للمعلوم ولا المجهول. بيقول لك ياسر هو اللي قرأ، يبقى مبني للمعلوم، يبقى الاجابه سي هي اللي صح. جمله 34 بيقول لك hardly، لو تفتكر القاعده بتاعت الوحده الثانيه اللي كنت قايله لك فيها تلخيص، كنت قايله لك اي رابط او ظرف من الروابط او الظروف اللي بيبدا بحرف كابيتال بعمل مقص. ويعني ايه مقص؟ يعني ابدا بالفعل ثم الفاعل، مش احنا الجمله عباره عن فاعل وفعل؟ انا بقى هعمل مقص، هبدا بالفعل ثم الفاعل. فتعالى كده ندور على فعل ثم فاعل. اول واحده فاعل وفاعل اللي هو ايه؟ اي هاد، دي غلط خالص. تعالى على بي هاد اي، ماشي تنفع اركنها. تعالى على سي اي ايت، فاعل دي غلط. تعالى على دي واز اي ايتنج، دي تنفع. تعالى بقى نشوف الجمله. بيقول لك when I went out، خرجت، يبقى انا عملت حاجه الاول وبعد كده عملت حاجه بعدها. ترتيب الاحداث بيقول لك ان الحاجه اللي حصلت الاول بتبقى ماضي تام مش ماضي مستمر، يبقى دي غلط، الصح هي had I eaten. ولو هنفتكر سوا فانا كان عندي الظروف اللي بتبدا بيها اول الجمله hardly وscarcely وbarely ونو sooner اللي معاها than لوحدها، انما الباقيين دول كلهم معاهم when، وكمان احيانا بتيجي اول الجمله never. جمله 35 what do you plan بتاخد طول مصدر، وش خلاص خلصنا كده، plan طول مصدر يبقى to do. جمله 36 after he had examined the athlete، بعد ما تم فحص الرياضي او لاعب العاب القوه، the doctor him permission، اداله التصريح. انا عندي after جاي بعدها ماضي تام، يبقى الناحيه الثانيه ماضي بسيط، يبقى فاعل واحد بس، يا اما منتظم اخره ايدي يا اما فاعل شاذ يبقى gave، بس كده. ما هو الدكتور هو اللي اداله التصريح مبني للمعلوم. نعيد تاني، ايه بيجي بعدها تام اللي هي عندك اول الجمله هي افتر، جاي بعدها هاد اكزامند تام، يبقى كده عندي الرابط والحدث الاول موجودين. اللي الناحيه الثانيه بقى بعد التام ماضي بسيط، فهناخد جيف. جمله 37 بيقول لك the train before we arrived at the station، واحده احنا اتفقنا بنعمل ايه؟ بنحدد الرابط عشان نحدد الزمن اللي جاي معاه عشان اعرف احكم على الزمن التاني. طيب عندي before ده البي بيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط. هو جايب ماضي بسيط؟ جايب لك arrived فعل اخره اي دي منتظم بسيط اهو، يبقى كده البي بعدها بسيط كاملين. قبلها ايه بقى؟ تام head lift الاجابه. اللي بعديها 38 I'm going to have a new machine washing machine installed اللي هي بي،
وكلمة انستول الفعل ده احنا اتفقنا عليه قبل كده. اولا هو جايبها تصريف ثالث عشان ده قاعدة السببية، عشان واشنج ماشين ده غير عاقل، فأي غير عاقل حط بعده تصريف ثالث، احنا متفقين، ما عدا الفعل ميك هو اللي بياخد طول المصدر. طيب انا هنا ليه اصلا خد الفعل انستولد؟ ليه ما قالش فيكسد مثلا؟ ليه ما قالش ريبيرد؟ ليه ما قالش مندد؟ ببساطه لانه قال لك كلمه نيو يعني جديد، وما دام جديد احنا متفقين لغويا الحاجه الجديده احنا بنسطبها او بنركبها على طول لكن ما بنصلحهاش. يعني مثلا يقول لك نزلت ابلكيشن عملت له انستول، تنزيله تثبيت فقط، انت لا برمجته ولا انت اللي عملت الاكواد ولا اي حاجه، يبقى انستولد. 39 turn the camera. طيب انا ينفع اقول on وينفع اقول off، يا ترى انهي فيهم؟ الجمله الثانيه هي الحكم بيقول لك I want to see you I've missed you so much mom. ماما انت وحشتيني قوي عايزه اشوفك، يبقى افتحي الكاميرا، يبقى on. تعال على جمله 40 بيقول لك you should speaking English with native speakers to speak fluently. لازم تمارس الانجليش مع اجانب عشان تعرف تتكلم بطلاقه، يبقى practice يعني تمارس. جمله 41 my brother short stories قصص قصيره for 3 years. قال لك مده زمنيه طويله اهو، كمل before he published them قبل ما يبدا ينشرهم. طيب القاعده اللي احنا متفقين عليها البي يجي بعده بسيط، فادي بيفور اهي جاي بعدها published فعل اخره اي دي، يبقى البي يجي مع بسيط. انجزنا جزئين. الجزء الثالث هو الماضي التام. ببص كده ما لقيتش ماضي تام، لا في ماضي تام وفي ايه كمان؟ ماضي تام مستمر. طب يا ترى هو الماضي التام ولا الماضي التام المستمر؟ اطلع على الجمله بيقول لك for 3 years، قال لك مده زمنيه، ما قال مده زمنيه يبقى had been writing ماضي تام مستمر. جمله 42 the match when I reached the stadium. هو ممكن يكون الماتش بدأ وممكن يكون ما بدأش وممكن يكون بدأ وقت وصولي، كل الأزمنة تحل هنا. الجملة اللي بعدها بقى هي اللي تحكم. بالمناسبة دي كانت جملة كان جاي فيها القطر تقريبا، كانت ثانوية عامة 2020 أو 2019 مش فاكرة، كان قال له لما وصلت كان جايب وين، مع انه بيتكلم على ماضي تام وماضي بسيط يعني المفروض افتر وبيفور والقصص دي، لكن جاب لهم وين. قال له لما وصلت المحطة القطر مشي لذلك انا كذا، لحقته ولا ما لحقتوش، وكان قايل لهم على حته ترتيب الازمنه. فانا بفكرك اهو للمره المليون ان الحدث اللي حصل الاول ماضي تام واللي حصل بعده ماضي بسيط، ولذلك قلت لك خليك فاكر جمله واحده بس، كلت ونمت. كلت ده حصل الاول يبقى ماضي تام، نمت ماضي بسيط عشان الحدث التاني عشان تفرق بينهم. فدي واحده من ضمنهم بيقول لك I miss the exciting start، البدايه المثيره الحماسيه دي اللي في الاول فاتتني. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الماتش هو اللي بدأ الاول، هو الحدث الاول، يبقى الماتش had begun ماضي تام. ما دام الماتش هو الحدث الاول يبقى ماضي تام، يبقى had begun. انزل على اللي بعده ready for the party before the guests arrive. نفس القصة، عندي before بعدها ماضي بسيط يبقى اللي قبلها ماضي تام، يبقى had you got ايه. جملة 44 your father yesterday the problem was too serious for you to solve alone. يا ابني كان المفروض تستشير ابوك، المشكلة دي كانت كبيرة عليك انك تحلها لوحدك. طب هو بيقول لك yesterday يبقى دي مش نصيحة، ده وقت النصيحة عدى خلاص. هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل لك blame يعني بيعتب عليك او بيلومك. احنا اتفقنا عندنا في should ده حالتين. الحالة الاولى لو انا لسه بنصحك لسه في وقت ان انت تعمل الحاجة يبقى should والمصدر. الحالة التانية لو انا regret ندمان او blame بلومك او بعتب عليك فباخد should have تصريف تالت، فهو هنا بيعتب عليه فهناخد B should have consulted تصريف تالت. جملة 45 بيقول لك once I making the cake I'll give you some to taste. طب انا عندي once ده الرابط، الجملة اللي جايبها لي جايب لي فيها will والمصدر، خلاص يبقى ده شكل من اشكال المستقبل. طب احنا متفقين شكل من اشكال المستقبل ومعاك رابط، الناحيه التانية تاخد ايه؟ يا مضارع بسيط يا مضارع تام. طب انا عندي هنا مين؟ اي اللي هو يعمل معامله الجمع، يعني يا ياخد هاف تصريف ثالث يا ياخد فعل في المصدر، فهنا هاخد هاف فينيشد عشان ما فيش مصدر، هاف فينيشد. بسم الله. جمله 46 my father always us go to bed early. دي برضو الوحده الثابته قاعده السببيه. هنا عندي الماي فاذر الفاعل ماليش دعوه بيه، بروح على المفعول لقيته عاقل، لقيت بعده جو ده فعل في المصدر. مين الافعال اللي كانت بتيجي في المصدر مع العاقل؟ HLM. انا عندي مين منهم دلوقتي؟ عندي الام والليتس، الميكس والليتس الاثنين LM. طب هو هنا هيقنعني ان انام بدري
ولا هيجبرني هيخليني اروح؟ الله اعلى واعلم. يلا نشوف الجمله الاخيره. بيقولك we have to يعني مجبرين. الوحده الرابعه اللي فيها الضروره والالزام، الزام خارجي. we have to obey his order، كنا مجبرين نتبع الاوردر بتاعه، الامر بتاعه. يبقى كده هو خلانا ننام مش اقنعنا، مش سمح لنا. يبقى makes. جمله 47 you look exhausted، انت باين عليك التعب. I think you should consider to bed earlier، انا يعني شايف ان انت، ده اقتراح، شايف ان انت تنام بدري. احنا متفقين ان في اختصارات الوحده، التلخيص اللي احنا عملناه للاقتراحات في الوحده الرابعه، قلنا ان اي about اللي هي what about و how about و have you thought about واي consider واي fancy واي imagine. كان معانا حاجه تانية اعتقد كده خلصنا. كل دول بياخدوا اي ان جي، فهو جايب لي consider هتاخد going اي ان جي. جمله 48 I like to go to work on time. كلمة on time معناها في الوقت المحدد، انما انا عندي كان مصطلح تاني اسمه in time ودي معناها وقت مناسب، يعني متأخر 5 دقايق، جاي بدري 5 دقايق. انما on time معادي الساعة 9 جاي 9 بالدقيقة. I usually early to avoid the traffic. ببدأ رحلتي بدري عشان اتجنب الزحمة بتاعة المواصلات، فيبقى set off. اي ابدأ رحلتي بدري اسمها set off. لكن احنا عندنا مصطلح تاني اسمه set heart on، ده في اللغة، وده معناه بحدد أهدافي أو بضع قلبي نصاب الشيء ده، اللي هو تركيزي كله بيبقى على الحاجة دي عشان أحققها. ده it's my goal أو it's my ambition. 49 I don't think you should risk out in this heat. أنا مش شايف إن أنت تخاطر وتطلع في الحر ده. It's far too hot right now، يعني مكان بعيد أو درجة الحرارة عالية أوي دلوقتي. هتبقى going. should risk بيجي بعدها ing going. جملة 50 Do your parents allow you؟ ادي يو عاقل ومعايا مين؟ allow اللي بحرف الاي. طب انا قايله مع الاي الاف جي مع العاقل باخد تو المصدر، يبقى to stay. جمله 51 by next October، انا لسه قايله حالا باي دي فيها حالتين، يا يجي بعدها ماضي بسيط عشان انا اخد ماضي تام، يا يجي بعدها وقت مستقبلي عشان انا اخد مستقبل تام اللي هو will have تصريف ثالث. هنا بيقول لك باي نيكست اكتوبر، نيكست يبقى وقت مستقبلي، يبقى اخد ويل هاف بوت اللي هي في سي. يلا على اللي بعده. جمله 52 بيقول لك don't worry ما تقلقش. I won't leave you until، نفس القصه. until هنا رابط معاها will والمصدر، يبقى رابط معاك شكل من اشكال المستقبل. الناحيه الثانيه يا مضارع بسيط يا مضارع تام. بص على الفاعل يو يعمل معامله الجمع، فياخد يا اما فعل في المصدر يا اما هاف تصريف ثالث. هنا ما عنديش مصدر فهاخد have arrived. اللي بعديها بسم الله. جمله 53 I had heard the good news. اول ما سمعت الاخبار الكويسه I immediately congratulated my friend. في ثانيه اتصلت على صاحبي شخص سالك ده وباركت له. كلمه اول دي معناها once. جمله 54 My uncle as a sales manager for 20 years. عمي اشتغل مدير مبيعات لمدة 20 سنة. But now he has his own business. لكن دلوقتي بقى عنده البيزنس الخاص بيه. طب ده ماضي بسيط. هتقولي ليه ماضي بسيط؟ هقول لك ما حدث بدأ وانتهى. هو كان لمدة 20 سنة كان مدير مبيعات، حاليا لا، حدث بدأ وانتهى في الماضي يبقى ماضي بسيط، فهناخد worked فقط. يلا بينا على جملة 55 بسم الله. I haven't traveled to my village by train. أنا ما سافرتش أو عمري ما سافرت لقريتي بالقطار. My early childhood. كلمة childhood دي من أسماء الفترات اللي أنا قايله لكم عليها زي كلمة birth، ودي بتاخد الكلمة since، رابط since. الجملة اللي بعديها I since he entered the hospital. ما جابش ولا كلمة بتدل على الماضي البسيط ولا أي حاجة ماضي، بس جايب لي since وبعديها ماضي بسيط. ما احنا متفقين إن since لو بعدها ماضي بسيط هيجي قبلها مضارع تام، يبقى haven't visited. هتقولي طب فوق ما خدناش مضارع تام ليه؟ هقول لك مش أنا خدت بالي، حتى أنا كنت هتلخبط في جملة وبعدين قلت لك ده جايب فيها كلمة بتدل على الماضي. جملة 57 As soon as I heard of my friend's success. هتقولي دكتور ادي as اهي بحرف الايه ومش جايب بعدها ماضي تام. هقول لك احنا واخدين قاعدة بتقول لو نفس الفاعل عمل حاجتين في نفس الوقت الاتنين بيبقوا ماضي بسيط. فهنا الجملة دي بيقول لك اول ما سمعت بخبر نجاح صاحبي I congratulated him. باركت له. هو مجرد ما سمع الخبر بارك له في نفس الوقت، يبقى ده نفس الفاعل I و I. ايه كمان؟ عمل حدثين، سمع الخبر واتصل بارك، مفيش بينهم فاصل في الوقت، يبقوا الاتنين ماضي بسيط. الجملة اللي بعدها I tell my brother returns home to make sure he is well. طيب انت عندك tell اهي
ايه مالها يا دكتور يعني؟ رابط يا معلم. بص بعدها قال لك my brother، ده مفرد، ماله؟ قال لك returns، خد فعل اخره اس. يبقى انا ناقصني ايه؟ لو انت عندك رابط وجايب لك زمن مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى ناقصك الشكل الثالث اللي هو الجزء الثالث في الجمله، اللي هو شكل من اشكال المستقبل. مستقبل عندك want leave، مستقبل بسيط want leave. اللي بعديها جمله 59 بيقول لك before the manager arrived، ادي عندي البي وجايب بعدها ماضي بسيط، الناحيه الثانيه تاخد ايه؟ ماضي تام. طب تعالى نكمل كده. the lazy employ any work for hours، لما قبل المدير ما يوصل العامل او الموظف الكسول ما كانش عمل اي شغلانه لمده ساعات، هتبقى hadn't done. واحد هيقول لي طب ليه ما خدناش hadn't been doing؟ لانه ما قالكش انه عمل كميه مفعول ولا قالك ان هو استغرق وقت، فاحنا هناخد ماضي تام فقط hadn't done. اللي بعديها at 4 o'clock tomorrow، بكره اهو قال لك tomorrow مستقبل بكره. I on the company project، هبقى شغال على المشروع. هبقى شغال يعني حدث هيكون مستمر في المستقبل، يبقى مستقبل مستمر will be working. اللي بعديها جمله 61 جايب لك I never regret، جايب فعل regret. طيب هو regret احنا اتفقنا ان في حاجتين، ايه هما؟ زي remember، زي forget، زي try، زي stop، زي remember و forget. الحدث ده لو جه بعده ing الحدث تم، جه بعده طول المصدر لم يتم. هنا بيقول لك انا متضايق ان انا I regret anyone in need، انا عمري ما ندمت ان ساعدت حد محتاج. in need دي اللي هي في شده او في حاجه، يبقى هنا ing لان الحدث تم. طب هتقولي طب ما هو كده ازاي ندمان انه ساعد حد؟ ماشي، ما هو جايب لك never نفيها، وهنا بيقول لك عمري ما ندمت اني ساعدت حد. جمله 62 he advised me، جمله advice او فعل advice ده بياخد بعده يا طول مصدر يا not طول مصدر على حسب الحاجه اللي بعده. بقى الحاجه اللي بعده بيقول لك waste يعني يضيع my time، هل ينفع اضيع وقتي؟ لا، يبقى not to، نصحني اني ما ضيعش وقتي not to، الا اضيع وقتي. جمله 63 as soon as I recognized him، ادي الايه اهي اللي المفترض ان انت عايز تجيب بعدها ماضي بسيط. ها وبعدين ببص كده لقيته بيقول لي اول ما شفته تعرفت عليه. هل ده حدثين متتاليين؟ لا طبعا، ده دول حدثين وقعوا في نفس الوقت، مفيش فاصل زمني بينهم. اول ما شفت فلان اوه علي انا عارفك، يبقى دول حدثين ومفيش فاصل زمني بينهم، يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط، يبقى الجمله حلها so ماضي بسيط. جمله 64 is there university in the town او in this town؟ واحد فيكم هيقول لي ده ايه وان وذا دي بقى احنا عارفينها. اول حاجه هنستبعدها هي ذا، لان انا بقول له هو في جامعه هنا، يعني حاجه نكره، هي حاجه مش معرفه. هيتبقى عندي يا ايه يا ان يا نو ارتكل. هل دي حاجه معنويه او حاجه لا تعد عشان ما اخد معاها نو ارتكل او جاب حاجه جمع؟ لا، يبقى نو ارتكل هي كمان مستبعده. اتبقى عندي مين؟ يا اما يا اما ان. يجي بقى العقل المحنك اللي حافظ يقول لك احنا واخدين ان حرف متحرك يجي بعدها ساكن، وان الان ساكنه يجي بعدها متحرك، والحروف المتحركه هي الاي والاي والاي والاو واليو. فيونيفرستي هنا بدأ بحرف اليو، يبقى هناخد ان لانه متحرك. اقول لك غلط. ليه؟ لان اغلبكم عارف ان يونيفرستي اليو بتاعتها ناطقه زي كلمه يونيفورم. اي يو ناطقه يبقى انا كده نطقت اليو، تقلتها ما بقتش متحركه، يعني يقصد يعني هتاخد معاها عادي. اقول يونيفرستي واقول يونيفورم عادي جدا. اللي بعديها 65 my name is ندى and is my sister علا. ده اسمه التقديم وده بناخد فيه this، اسم اشاره للقريب this. طب امال ذات اللي بعدها اسم اشاره برضو بس للبعيد، لو بشاور على حاجه بعيده. الاثنين دول مفرد this وذات. تعالى على this اسم اشاره للجمع القريب. طب امال those اسم اشاره للجمع البعيد، فده بيقول لك is يبقى مفرد. my sister اختي يبقى هي واقفه جنبي بعرفه عليها يبقى this. 66 seeing the accident I called the ambulance. عند رؤية الحادثة اتصلت on wish لان انا كنت شرحها لكم واحد زي ده بقول لك عند رؤية الحريق اتصلت بالمطافي، او عند رؤية الحرامي اتصلت بالشرطة. ما ينفعش اثناء رؤية الحرامي انت واقف تتفرج او بتصور فيديو بعد كده بتتصل، لا المفروض عند، فترجمة عند هي on. 67 neither my parents nor my brother
football. عايزه اقول لك ان قاعده neither وايذر دي كانت عليك واتحذفت، بس احنا بنشرحها واحنا بنشرح each و every للاحتياط مع both. فكلمه neither دي فعلها مفرد. واحد هيقول لي ازاي يعني هو جايب لك my parents؟ هقول لك لان الفعل يتبع الفاعل التاني مش الاول. فبص كده يقول لك neither my parents، my parents هي اللي جنب. تعالى على بعده نور يقول لك my brother ده واحد مفرد، فهنتعامل على انه مفرد، فهناخد likes فعل اخره اس مع المفرد. يلا بينا على جمله 68. بسم الله. she refused to lend me her camera. رفضت تسلفني الكاميرا بتاعتها until I to take care of it، الا لما وعدتها ان انا هعتني بيها. ترتيب احداث، الاول هوعدها، ثانيا هتسلفني الكاميرا، دي اول حاجه. تاني حاجه انا عندي until اللي هي بتساوي till، اللي انا قلت لكم بتعامل معامله الايه. طب هي الايه كانت ايه قصتها؟ كان بيجي بعدها تام والناحيه التانيه بسيط، يبقى عندي until يجي قبلها بسيط ويبقى منفي. واحد يقول لي فين النفي هنا يا دكتوره؟ اقول لك refused. هي مفيش didn't، مفيش never، مفيش مثلا without، مفيش no، مفيش hardly، مفيش اي كلمه بتدل على النفي، لكن هو جاب لك refused يرفض، ده اساسا نفي. يبقى كده هو جاب الماضي البسيط المنفي. يبقى الناحيه الثانيه ماضي تام had promised. اللي بعديها جمله 69. I revised all my lessons by last night. طب ما انا عندي باي وجايب بعدها ماضي بسيط، يبقى الجمله الثانيه ماضي تام بمنتهى البساطه. واحد هيقول لي بس لمجرد انه قال لاست نايت مش بتدل على الماضي، وماضي بسيط الليله اللي فاتت امبارح، يبقى هي ماضي بسيط، يبقى باي ماضي بسيط قبلها ماضي تام، يبقى had finished. اللي بعديها جمله 70. had you been waiting for Hala for a long time before she. واحده انا عندي مين before، المفروض يجي بعدها مين ماضي بسيط، يبقى arrived بمنتهى البساطه. طب فين تكمله الجمله؟ طب ما هو قبلها اهو had you been waiting ماضي تام مستمر، يبقى كده القاعده ماشيه صح، البي يجي بعدها بسيط قبلها تام. اللي بعديها 71 بيقول لك I have not seen اللي هي I haven't seen، ده منفيه يا معلم، وانت مغمض تاخد يت، ده احنا متفقين عليها. كلمات والدلائل بتاعت المضارع التام اللي كانت بتيجي في النفي هي يت. 72 the car was moving، العربيه كانت بتتحرك انا حليت fast بسرعه when it hit the tree. واحده العربيه دي كانت بتتحرك، ايدك هتعمل ازاي؟ هتمتد لقدام كده، تتحرك، حدث مستمر، وبعدين خبطت الشجره فده حدث قاطع فوقفت، يبقى هي كانت متحركه، حدث مستمر، وبعدين حدث قاطع لما خبطت الشجره، يبقى was moving. الجمله اللي بعدها 73 there was a fire، كان في حريقه بعد الشر in the toy shop في محل الالعاب and toy was damaged، كل الالعاب تدمرت. واحده كده نمشي مع واحده. كلمة both دي بتاخد جمع، يجي بعدها اسم جمع وفعل جمع، يعني ما ينفعش تاخد توي اللي هي المفردة دي، فكده both غلط. ادخل على الكلمة اللي بعديها all دي بتاع التخصص حاجتين، يا اسم غير معدود اللي احنا بنعامله معاملة المفرد بس هو مش مفرد، هو غير معدود احنا بنعامله مفرد في الفعل، يا اما اسم جمع معدود. هل توي دي اسم جمع معدود؟ لا، ده هي مفرد معدود، يبقى all دي كمان غلط. اتبقى عندي 2 every و half لا بيجي معاها off، وما بتبقاش دي الاسم المفرد اللي بعدها، يبقى مفيش غير واحده بس اللي ينفع يجي معاها فعل مفرد واسم مفرد، هي every. تعال افتكر معاك ان انا عندي each و every. each بيجي بعدها اسم مفرد فعل مفرد ومعناها حاجتين، طب every برضو اسم مفرد فعل مفرد بس معناها 3 فيما فوق. طب each لو عايزه اجيب بعدها اسم جمع احط لها off واجيب اسم جمع بس الفعل يفضل مفرد زي ما هو، انما every قال لك لا ما تجيبش بعدها off، ما ينفعش، غلط. جمله 74 بيقول لك the police know what the thief at 8 o'clock last night. قال لك last night الليله اللي فاتت، يبقى احنا عايزين ماضي دلوقتي. الشرطه عارفه هو كان بيعمل ايه، جاب لك ايه بقى؟ جاب لك last night وحددها بوقت الساعه 8. فاكرين لما كنت بقول لكم الفرق بين الماضي البسيط والماضي التام؟ كنت بقول لك الماضي البسيط حدث بدأ وانتهى في الماضي بس، يعني كنت اقول لك هيبدأ الجمله بفاعل ويجيب بعدها فعل منتظم اخره ايدي او فعل شاذ ويجيب لك كلمه داله على الماضي بس. انما الماضي المستمر حدث وقع في وقت محدد في الماضي، يعني هيجيب لك الاي والمفرد ياخد واز والجمع ياخد وير ويجيب بعدها فعل زائد اي ان جي ويروح جايب لك كلمه داله على الماضي ويحدد لك وقت، يقول لك الساعه كام. فهنا قال لك ذا ثيف الحرام اهو، ثم جاب لك at 8 الساعه 8 تحديد وقت، ثم جاب لك last night كلمه داله على الماضي، يبقى وانت مغمض ماضي مستمر يبقى was doing. جمله 75 the tourists السياح
walking until they had reached the top of the mountain. السياح ما توقفوش الا لما وصلوا القمه بتاعت الماونتن الجبل. طب انا كده كده عندي قاعده ثابته till وuntil بيجي قبلها ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تام. هو جاب لك until وجاب بعدها الماضي التام، ايه اللي فاضل؟ ماضي بسيط منفي، تنزل تحت تاخد didn't stop. ولو رجعت الشرح بتاع الوحده الثانيه في till وuntil هتلاقيني قايله لك كل البدايل. يعني مش لازم يجيب didn't ومصدر، ممكن يجيب اي فعل ناقص في الصورة التانية والمصدر. wouldn't مصدر، couldn't مصدر، shouldn't مصدر. ممكن يجيب never، من شوية جاب لك refused بمعنى النفي. ممكن يجيب was where اللي هي wasn't وتجيب بعدهم تصريف ثالث يبقى مبني ماضي بسيط مبني للمجهول، لكن ما ينفعش تجيب ing هتبقى ماضي مستمر. ممكن يجيب لك had ويجيب بعدها اي حاجة تانية بس ما يبقاش بعدها تصريف ثالث عشان هتبقى ماضي تام واحنا مش عايزين ماضي تام. جملة 76 the only way doing only way off معروف. only way off اللي هي اف واحدة وبيجي بعدها ing. 77 I didn't send the report until I مش محتاجة لسه قايلينها till و until قبلهم ماضي بسيط منفي بعدهم ماضي تام يبقى had revised. جملة 78 بيقول لك my uncle for the company for 10 years when he got the promotion. اشتغل في الشركة دي لمدة 10 سنين لحد ما حصل على الترقية، يبقى had been working. ليه؟ أنا عندي حدثين، اشتغل الأول ثم حصل على الترقية، أي حاجة في الأول تبقى ماضي تام، فهو هنا الشغل الأول هو اللي ماضي تام. طب حدد لي مدة، يبقى ماضي تام مستمر. جملة 79 جايب لك having آخره ing يبقى نجيب بعدها تصريف ثالث يبقى found. واحد هيقول لي طب ليه ما خدناش بين فاوند؟ ما انت لسه قايله ان ينفع فاوند وينفع بين فاوند لو مبني للمجهول. طب هي هنا مبنيه للمجهول؟ ما نعرفش، تيجي نشوف. my father's telephone number I contact him. اول ما خدت رقم تليفونه اتصلت عليه، يبقى انا اللي خدت رقم تليفونه او حصلت على رقم تليفونه او وجدت رقم تليفونه، يبقى ده مبني للمعلوم مش مجهول يبقى found. 80 the TV program well for 5 years before it was terminated. طب انا عندي before بعدها ماضي بسيط اللي هي was، يبقى الناحيه الثانيه ماضي تام او ماضي تام مستمر. هنا قال لك for 5 years 5 سنوات، 5 سنوات يبقى ماضي تام مستمر يبقى had been working. جمله 81 بيقول لك I saw my friend فارس last week. انا شفت صاحبي فارس اهو، لسه قايل لك last week يبقى ما شفتوش من 2019 hadn't seen. لكن لو ما كانش جاب كلمه داله على الماضي كنا ساعتها ماشي نقول انا كده محتاج ايه؟ محتاج مضارع تام. جملة 82 I that manager for 5 years before. عندي before بعدها ماضي بسيط اخد ماضي تام وش، فانت هتقول لي يا دكتورة جال لي for 4 years هنا يعني في مدة. هقول لك المعرفة لا توضع في الاستمرار. افعال المعرفة they know they think they believe دي الا لو كانت لحظية، يعني انا عندي اعتقاد دلوقتي حالا ان الحاجة دي هتحصل، لكن عموما اعتقادي ايماني معرفتي لا توضع في الاستمرار يبقى had known. 83 they had been playing football for an hour before it train. عندي before جاي بعدها ماضي تم قبلها ماضي تم مستمر يبقى بعدها ماضي بسيط يبقى started وانا مغمض. اللي بعديها after عندي ايه يجي بعدها ماضي تام يبقى had listened وانا مغمض. اللي بعديها what all evening عندك كلمة all خد بالك، وكلمة all من الكلمات اللي هتدل على طول المدة الزمنية، يعني هحتاج معاها فعل مستمر. طب نكمل كده، قال لك by the time تامر returned home. عندي by the time بيجي بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام. طب في مدة زمنية او في كلمة all اللي بتدل على مدة زمنية يبقى ماضي تام مستمر يبقى had you been doing. جملة 86 بيقول لك unfortunately لسوء الحظ he missed the train فاتوا القطر. هي دي الجملة دي. when he the station the train اللي فاتوا القطر ده، يبقى ترتيب الأحداث هيبقى ازاي؟ هل هو وصل المحطة الأول وبعد كده القطر مشي، ولا القطر مشي الأول وبعدين هو وصل المحطة؟ بالظبط، ما دام القطر فاتوا يبقى القطر هو اللي مشي الأول، يبقى ده حدث أول ماضي تام، ثم هو اللي وصل المحطة بعد كده يبقى ده ماضي بسيط. يبقى اما اقول هو لا هو ماضي بسيط عشان هو الحدث التاني يبقى reached. طب امال القطر ده حدث اول had left. الجملة اللي بعديها he was overjoyed because his final exam. كلمة joy معناها فرحان، overjoyed معناها over the moon. احنا واخدين المصطلحات دي بمعنى طاير من الفرح اللي هو delighted يعني. طب واحد عدى من الامتحان فمبسوط، انا عندي مين؟ because. فبيكاز دي بيجي بعدها ايه؟ بالظبط بيجي بعدها السبب وقبلها النتيجة، فهو جايب لي ان هو مبسوط ماضي بسيط، يبقى اللي قبلها ايه الحدث بقى الاول اللي هو سبب انبساطه؟ had passed.
نجح في امتحاناته عقبالكم كلكم. جملة 88 بيقول لك she was exhausted because she all day. هي تعبانة أو مرهقة عشان اشتغلت طول اليوم. معايا كلمة all؟ يبقى أنا محتاج ING. يبقى كده بي وسي غلط. اتبقى عندي A ودي. أنهي فيهم اللي صح؟ بص على الجملة هتلاقي برضو جايب لك because تاني، يعني ترتيب أحداث. فهي اشتغلت الأول وبعد كده تعبت. اشتغلت الأول حدث أول يبقى ماضي تام. طب في كلمة all يبقى ماضي تام مستمر يبقى دي. الجملة اللي بعديها after. أي رابط مفيش بعده فاعل نضع فاعل زائد ING ما عدا having بيجي بعدها تصريف ثالث أو بين تصريف ثالث لو مبني المجهول، و during بيجي بعدها اسم. افتكرتوا القاعدة؟ أهي after أهي رابط جاي بعده فاعل؟ لا مش جايب حاجة، حط ING لو مبني للمعلوم. هيبقى working. ليه؟ بيقول لك I left it، أنا اللي سبت الشغل، يبقى أنا اللي كنت شغال، يبقى مبني المعلوم. دكتور هي بتيجي احيانا مبني المجهول. ايوه زي ما اقول مثلا بعض اصلاح العربيه، هو انا اللي صلحتها؟ لا هي اللي تم اصلاحها، مش هي اللي صلحت نفسها، يعني يبقى مبني المجهول فباخد بينج. اقول مثلا افتر بينج تصريف ثالث. اللي بعده football is exciting sport ever. كلمة ever هتجبرك كده كده تاخد الذا اس تي. طب لو كلمة ever حتى مش موجودة، هو بيقارن بين حاجتين؟ لا. طب بيوصف حاجة واحدة؟ لا، ده بيقول لك اكتر رياضة مثيرة او ذات حماس، يبقى the most. 91 food prices rapidly in the last few months. خلال الشهور اللي فاتت دي واللي احنا فيها دي، يبقى حدث بدأ في الماضي ومازال مكمل معانا، يبقى مضارع تام. طب هي الاسعار هي اللي هتغلى؟ ودي اتخانقت فيها قبل كده. عادي جدا ان اقول ان السعر غلي، الدخانه بهدلت الدنيا، العربيه ظهرت فجأة، الرساله وصلت، كل ده يعتبر في اللغه الانجليزيه فاعل عادي جدا، يبقى have risen مش مبني للمجهول ولا حاجه. ما يجيش بقى تفكيرك يقول لك هو مين اللي غلاها، يعني ابوك يا ابني انت مالك، وانا مش هقعد افعص في الجمله، الانجليزي سطحي زي ما اتفقنا. جمله 92 بيقول لك في 92 by 2020 I 6 novels it was a great achievement for me. 2020 ده ماضي يا معلم، يبقى كده عندي بي بعده ماضي بسيط. بي بعده ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه يبقى ماضي تام، يبقى had written. اللي بعده after جايب لي فاعل؟ لا. طب تعالى نشوفه معلوم ولا مجهول، عشان لو معلوم اخد doing على طول، لو مجهول اخد being doing. اصلا في being؟ لا هي في doing بس، يبقى مبني للمعلوم، يبقى خدها يا معلم. تعالى على جمله 94 my uncle works as a surgeon. عمي شغال كجراح in European country. نفس القصه اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه، واحده واحده. هل هو حدد لك الدوله الاجنبيه؟ لا، يبقى ده غلط. طب هل هو يعني جايب لك حاجه جمع مثلا او حاجه عشان ناخد نو ارتكل؟ لا، يبقى ده ونو ارتكل غلط. اتبقى يا يا ان. بالعقل الطبيعي بتاعك هتقول ان ايه ده حرف متحرك فهاخد معاها مين؟ ان. هقول لك لا، ارجع انطق الكلمه European. نطقت اليو، يو ناطقه ولا مش ناطقه؟ ناطقه. فاحنا لسه قايلين ان اليو ناطقه زي يونيفورم وزي يونيفرستي، بياخد الحل Mr. سامح is a very kind manager. مستر سامح ده جملة 95 مدير طيب. He forgives mistakes I make. بيسامح أيا تكن الأخطاء، يبقى whatever يعني أيا تكن الأخطاء. It's been 2 months since. قاعدة بتقول ايه؟ بتقول it is فترة زمنية، since ماضي بسيط. علم معايا it is فترة زمنية، فهو قال لك it's 2 months كده it is فترة زمنية. النص التاني since ماضي بسيط، يبقى أنا عايز visited ماضي بسيط. اللي بعده 97 my friend a health problem since he left. قاعدة كانت بتقول ايه؟ since بعدها ماضي بسيط، قبلها مضارع تام طول ما مفيش كلمة بتدل على الماضي في الجملة، فهنا هناخد has had مضارع تام. جملة 98 I dinner when عادل arrived so I warmly asked him to share the meal with me. طلبت منه انه ياكل معايا، يبقى انا كنت باكل already لما هو وصل، فالاكل ده كان ايه بقى؟ تناول الطعام حدث مستمر، يبقى was having. 99 sorry for being late. انا اسف ان انا جاي متاخر sir please let me in. اسمح لي ادخل لو سمحت. I in very bad traffic. كنت في زحمه صعبه او زحمه سيئه، يبقى ده كنت متواجد فيه. فاحنا لسه قايلين راح وجه been to، راح وما جاش gone to، متواجد فيه او مقيم او عايش been in، فهنا هناخد have been وهو جايب لك in اهو في الجمله. My sister here university a degree in 2018 يبقى got. واحد يقول لي ليه؟ هقول لك مش in وسنة ماضية ده ماضي بسيط، يبقى عايزين فعل واحد بس، يبقى got شاذ ماضي بسيط.
اللي بعديها there are always economic crisis. دايما بيكون في ازمات اقتصادية. امتى بقى؟ في البانديميكس. بانديميكس دي معناها جائحة، وده اسم في جملة 101 فياخد during، اي اسم يبقى during. جملة 102 بيقول لك how long ago. قال ago يبقى ماضي بسيط وانت مغمض. طب اخد ايه في الماضي البسيط؟ تاخد حسب اللي جاي بعد الفاعل. بيقول لك your father come يبقى فعل في المصدر، يبقى تاخد did. جملة 103 my cousin has lived abroad. childhood لسه واخدينها حالا، دي اسم من اسماء الفترات اللي انا قايلها لكم اللي بتاخد since. I'll wait till رابط معاه will والمصدر شكل من اشكال المستقبل، ياخد الناحية التانية يا مضارع بسيط يا مضارع تام. my friend ده مفرد، مضارع بسيط ياخد فعل اخره اس، مضارع تام ياخد has تصريف ثالث. ما عنديش فعل اخره اس لكن عندي has تصريف ثالث اللي هي has arrived. جملة 105 I haven't met the general manager. انا ما قابلتش المدير العام. It's my first time to meet him. دي اول مرة اقابله، يبقى before. ما قابلتهوش من قبل before. واحد يقول لي ما غناش يت ليه؟ يت دي بتبقى نهاية الجملة، ولو حطيتها انت عشان تربط بين جملتين ما بتبقاش بالمعنى ده، وهتتحط بعديها كوما. while مش جايب فاعل يبقى هناخد ing يبقى waiting. my uncle as a taxi driver for 10 years now. اول ما يقول لك now يبقى هو دلوقتي ايه؟ ايوه يبقى بطل حاجه كان بيعملها وبطلها، يبقى ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى ايه؟ worked. I haven't seen وائل the last time. كلمة the last time وقت غير محدد، أنا قايلة لك بتاخد since. the last time since. اللي بعديها 109 My best friend arrived at Cairo airport a moment ago. صديقي وصل القاهرة من ثواني، من دقايق. كلمة a moment ago منذ لحظات أو ثواني، short time ago منذ لحظات أو ثواني، وفي كلمة كمان كان اسمها إيه؟ seconds ago وحاجات كده. أي حاجة معناها منذ لحظات أو منذ ثواني أو منذ وقت قصير. الكلمات دي كلها بتدل إن إحنا لسه في زمن المضارع، لسه الحدث ما اتنقلش للماضي. ولذلك الكلمات دي أنت لو لقيتها في قاعدة الوحدة ال 12 إن شاء الله الريبورتد سبيتش، أنت ما بتحولش الزمن للماضي، الزمن بيفضل زي ما هو مضارع. فهنا هناخد مين؟ حدث لسه بادئ يا دوب، لسه خلصان، يبقى has just arrived، لسه واصل حالا. فواحد هيقول لي طب ليه ما خدناش just has arrived؟ لان انا قايله لك قبل كده ان just و already و ever و never بيجوا في المنتصف. لو رجعت لشرح النص التاني من الوحده الاولى المضارع التام، قلت لك المهم في الكلمات الداله على المضارع التام مكانها واستخدامها. دول استخداماتهم لغويه بحته بس مكانهم هو المهم، فهم بيجوا فين؟ في النص. في النص فين؟ ما بين have و has والتصريف الثالث. يبقى الصح has just arrived مش just has arrived. الجمله اللي بعديها I used to play football when I was young but now I. القاعده بتاعت used to احنا قلنا فيها ايه؟ قلنا فيها used to والمصدر كان متعود يعمل حاجه وبطلها. كانت بتساوي مين بقى؟ كانت بتساوي no longer وتشوف بعدها تحط فعل في المصدر او فعل اخره اس حسب الفاعل، او بتساوي don't و doesn't مصدر وتكمل الجمله وتحط في الاخر anymore او any longer. طب عايزه اقول انه كان بيعمل حاجه ولسه بيعملها، يبقى هقول فعل be او فعل become سواء في الماضي او المضارع او get، اجيب بعدهم used to ثم فعل زائد ing معناها كان بيعمل ولسه بيعمل. في كان معانا مصطلح ثالث كان اسمه يستخدم ليه، ملهاش علاقه بقى بالعادات خالص. كنا بنستخدم فعل be او become او get معاها used to وبحط بعدها مصدر او for ing معناها يستخدم ليه. القاعده هنا بقى اللعبه الثانيه فيها كانت بيقول لك اول ما يقول لك but، اول ما يقول لك but يبقى هو هينفي. زمان كنت بعمل دلوقتي ما بعملش. طب هل استخدم فعل do ولا فعل be في النفي؟ قال لك حسب الفعل اللي موجود عندك في الجمله. يعني هو هنا بيقول لك I used to play، في الجمله عندي فعل يبقى هستخدم فعل من افعال do، يبقى هنا I don't. طب لو كان جاب لي مثلا صفه في الفعل الاولاني يبقى كنت هستخدم فعل be. على حسب اللي موجود في الجمله الاولى مع used to بنفي الجمله الثانيه. اللي بعديها what at 7 p.m. yesterday. واحده yesterday كلمه داله على الماضي ومعاها 7 ساعه، كلمه داله على الماضي مع ساعه ماضي مستمر، يبقى were you doing. جمله 112 the government a lot of village recently مؤخرا او يعني حديثا. دي كلمه من كلمات المضارع التام وبتيجي مع الجمل المثبته عادي، يبقى has modernized يعني حدثت القرى او يعني اعاده انشائها او اي حاجه او اي كلام في الحماد.
Rami is very happy. رامي مبسوط. He a medal for writing a poetry. كتب قصيدة شعر بهاز 1. دكتور ليه ما خدناش هاد 1؟ ما قالك از اهو، مش احنا قلنا المضارع بياخد مضارع والماضي بياخد مضارع ماضي. تتابع الازمان. از ده فعل مضارع، فكده كده 1 وهاد 1 الاتنين غلط، لان ده ماضي بسيط وده ماضي تام. اتبقى عندي اتنين، از winning وهاز 1. از winning غلط. ليه؟ احنا بنقول دلوقتي ان هو مبسوط لحدث تم في الماضي واثره موجود. كسب ميداليه، يبقى هو كسبها في الماضي واثرها موجود، يبقى مضارع تام، يبقى هاز 1. جمله 114 a terrible accident place on the Cairo Alexandria desert road، يبقى has taken. لا حول ولا قوه الا بالله. الحادثه حصلت على الطريق الصحراوي لمصر اسكندريه. اللي بعده ده بيلعب على المعلوم والمجهول بالمناسبه، ها. فالحادثه هي اللي حصلت. مخك بقى ما يشتغلش يقول ليه، ما نشوف مين اللي خبطوا بعض، احنا مالنا. 115 بيقول لك you needn't، يعني انت مش لازم make food، ما تعملش اكل. I a good meal already، انا بالفعل عملت لك اكل. كلمه already من الكلمات الداله على المضارع التام، يبقى have cooked. جمله 116 she dinner when we returned home، هي كانت احنا وصلنا وهي كانت بتعمل الاكل. كانت بتعمل الاكل يبقى ماضي مستمر، يبقى wasn't baking، بس هنا منفيه بس. الجمله اللي بعدها the robber grabbed the lady's handbag and quickly so he could escape. الحرامي grab معناها نزع او نتش بقوه. the lady is handbag يعني شنطه اليد. and quickly انا لسه قايله لك مصطلح دلوقتي معناه بدا الرحله او طلع يجري، يبقى set off. جمله 118 بيقول لك she while she was working in the garden last weekend، اتعورت وهي شغاله في الجنينه. واحده كده، هي الشغل ده هو اللي حدث ايه؟ مستمر، فهو جابه لك اهو شغل حدث مستمر، جابها لك was working مستمر. ايه اللي حصل؟ اتعورت. اللي اتعورت دي ده حدث قاطع، يبقى ماضي بسيط. دي اول حاجه. يبقى كده was hurting غلط وهاد hurt غلط، لان ده ماضي مستمر وده ماضي تام. اتبقى عندي اما بي was hurt واما hurt. يا اما hurt وتبقى دي مبني للمعلوم يبقى هي اللي عورت نفسها، واما was hurt مبني للمجهول، بس الاتنين ماضي بسيط. طب هل الانسان هيعور نفسه؟ واحد يقول لي انا بعمل كاتنج احيانا وانا متضايق. لا، انت متخلف ومحتاج ثيرابيست كده يا معلم. ولو نزفت ومت هتحسب، يعني الله اعلم فيك حكم الدين هيبقى ايه، كافر بقى ولا لا، هتبقى منتحر عموما وهتبقى مصيبه سودة. وده ايذاء للجسم اصلا، نوع من انواع المازوخيه او الساديه، حاجه كده غبيه انت بتعملها في جسمك، فانت محتاج دكتور نفساني مالناش دعوه بيك. انا بتكلم في الجمله كلغه. لا، هتبقى تم ايذائها او اتعورت من حاجه، يبقى was hurt مبني المجهول. جمله 119 ابدا. I like him but now we were good friends أو we are good friends. طب نبص كده، I like him جايب لك but. دلوقتي احنا اصحاب، يبقى زمان ما كناش بنحب بعض، يبقى didn't used to. طب تعالى للجملة now، قال لك we are good friends. ليه خد فعل من افعال are؟ هي زي ما قلنا عشان في صفة. اللي بعديها 120 as my father was exhausted he fell asleep while، في فاعل؟ لا، ابويا هو اللي نام. يبقى فعل زائد ing على طول watching. جمله 121 this is the best. ايه ده؟ في ذا، ايوه، وفي st، ايوه، يبقى انا محتاج مين؟ ever. حلو جدا، بس انهي ever بقى؟ اول واحده never كده غلط، الثانيه مضارع مستمر ما فيهاش ever كده غلط، الثالثه had. لا، انا عايز مضارع تم مع الايفر، يبقى have ever read. انا دايما بتوه في read دي اللي هي التصريف الاول read، التاني read، التالت read، الدنيا بتدخل، يبقى have ever read. جملة 122 he has been back to the office a few times since he retired. ليه؟ هقولك دلوقتي. بيقولك since، فاحنا اتفقنا ان since بيجي بعدها ماضي بسيط، ففين الماضي البسيط هنا؟ هو فعل واحد بس اللي اخره ايدي اللي هو retired. كمان عايزه افكرك بحاجه الا وهي ان احنا عندنا فعلين، فعل اسمه retire وده معناه يتقاعد، يعني يوصل للسن القانوني للمعاش عند اغلب الدول، في دول 60 وفي دول 63 ودول 65. في عندنا فعل تاني اسمه resign معناه يستقيل، يقرف من عيشته ومن اللي جابوه يسيب لهم الشغل ويمشي، فما تنساش. يلا على جمله 123 بيقول لك has she finished her homework it's really surprising. ايه ده؟ واو، هي بجد خلصت الواجب. فاكرين وانا بشرح لكم already ويت قلت ان الاتنين بيجوا في نهايه السؤال، مع اختلاف واحد بس، ان كلمه يد بتيجي في نهايه السؤال اللي محتاج اجابه عاديه، اللي هو اكلت يا ابني، شربت، ذاكرت، فتجاوب يا ايه يا يا لا، اجابه عاديه لسؤال عادي. انما انا عندي كلمه already بتيجي في نهايه السؤال الاستنكاري. يعني ايه استنكاري؟ يعني دايما بيجيب معاه جمله اعتراضيه او جمله تعجبيه.
فهنا بيقول لك هي بجد خلصت واجبها، يا نهار ابيض دي حاجه مدهشه. يبقى ده ايه؟ استنكاري، جمله تعجبيه، يبقى already. 124. انا اسفه ان انا يعني بشرح بسرعه او بحل بسرعه، يبقى انت هدي الدنيا عندك في الفيديو، بس انا عايزه انجز اكبر قدر، وعايزه كل جمله اقول لك القاعده بتاعتها، فبحاول انجز يعني. بسم الله. Nader hasn't played football his injury منذ اصابته. اسم يبقى since، عشان ده اسم المده، او يعني مش محدد لك مده، يبقى since. انما لما بنحدد مده بتبقى for. نورا failed the test because she attending class. واحده وعجباني الجمله دي قوي. بيقول لك سقطت عشان ما بتحضرش ولا بتنتبه لحصصها او في الفصل. ها، سقطت عشان ما بتحضرش. نرجع واحده. جايب لك because، يبقى هيجيب الحدث الاول بعدها، يبقى ماضي تام، يبقى hadn't been attending. جمله 126. she for weeks مده طويله هي الاسابيع before she played the final match قبل ما تلعب الماتش النهائي. عندي بيجي بعدها بسيط، قبلها ماضي تام. طب لو جايب لي مده هيبقى ماضي تام مستمر، يبقى had been training. الجمله اللي بعدها بيقول لك had I saved. اوبا ده جايب الفعل قبل الفاعل، ده عامل مقص. ايوه، ايه القاعده اللي احنا واخدينها بتاعه المقصات؟ بتاعت no sooner وhardly وscarcely وbarely وnever. تعال نشوف واحده منهم تحت. الله، في اتنين، في no sooner وفي scarcely. ايه اللي يحكمنا؟ ان no sooner بتحب than، انما scarcely وbarely وhardly بيحبوا when. الجمله فيها ايه؟ الجمله فيها when I bought. when يبقى تاخد scarcely وانت مغمض. جمله 128 بيقول لك have you Paris؟ فقال له no I haven't. هو انت رحت باريس قبل كده؟ قال له لا ما رحتش، يبقى been to، لان هو بيكلمه وهو واقف قدامه فبيساله رحت وجيت قبل كده، يبقى been to. 129 at 4 o'clock الساعة 4 yesterday، يبقى معايا yesterday كلمة دالة على الماضي، و at 4 الساعة 4 ساعة محددة، يبقى ماضي مستمر وانت مغمض was doing. 130 do you think علي is highly candidate qualified؟ واحنا حلينها امبارح في الكلمات، او يعني فيديو الكلمات وقت ما تسمعوه. قلنا لو هيجيب as وبعدها الوظيفة فهيجيب qualify الفعل لانه يتأهل، لكن لو جايب الوظيفة مباشر او كده فاحنا عايزين qualified اللي هي الصفة، فهنا معناها مرشح مؤهل، يعني مؤهلاته كويسة، صفاته كويسة، الامكانيات اللي عنده تأهله انه يبقى كذا. 131 he prefers watching a film. فعل prefer بيجي بعده ing، بعده to ing. احفظها كده، prefer ing to ing، وهتلاقيني شرحها لك في الورق اللي فيه شرح الاسترشادي ونازل ان شاء الله. فعل prefer بكل اللي بيجي بعده، يعني لو ing و to ing او جاي بعده اسم او هيجي كل حاجة، يبقى هنا to. جملة 132 it's known that women are surgeons than men. طب انا معرفش مين طلع الجملة دي، ملناش دعوة، بس عموما عندي women ده الاسم الاولاني، وار ده فعل من افعال بي، وعندي من ده الاسم التاني ومعاها ذان، يبقى انا كده محتاج صفة في المقارنة. لو قصيرة يتحط لها اي ار، ولو طويلة او شاذة هيتحط قبلها more او less. فهنا عندي صفة شاذة اسمها worse يعني أسوأ، هي كانت bad وتحولت لworse، يعني لا ينفع اقول better ولا ينفع احط لها قبلها more او less bad. الجملة اللي بعدها 133 جايب لي تصريف تالت ومفيش جملة ولا رابط ولا أي حاجة، يبقى having. جملة 34 برج خليفة is كايرو تاور، يبقى higher than، جايب لي اسمين وفعل من أفعال بي، يبقى باقي لي الصفة وكلمة than، يبقى higher than عشان صفة قصيرة. جملة 135 although علي على الرغم من علي for 6 months، قال لك مدة اهي، he didn't win an Olympic medal، ربنا يعوض عليك يا علي ولا يهمك يا حبيبي، يبقى هو في الأول عمل ايه؟ اتمرن، بعد كده ما كسبش، فالأول حدث أول يبقى ماضي تام. طب هو جايب لي مدة يبقى ماضي تام مستمر، يبقى had been driving. جملة 137 while سمير was doing his homework، وسمير بيعمل واجبه his sister too loud music. احنا مش قلنا قبل كده ان لو حدثين بفاعلين مختلفين كل واحد فيهم مستمر في حاله يبقى ماضي مستمر. فهنا بيقول لك سمير مد ايدك بيعمل واجبه، طب اخته مد ايدك التانية بتسمع موسيقى، هل حد فيهم جه على التاني؟ لا، يبقوا الاتنين مستمرين، يبقى was listening. 138 COVID-19 is still spreading but the light is at the end of the tunnel. بيقول لك مازال فيروس كورونا بينتشر لكن انا شايف ضوء في نهاية النفق. This means that، ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان هو we should have a lot of hope even though everything is dark. انت لازم يبقى عندك بعض الامل حتى لو الدنيا سودة قوي قدامك.
139 ودي الجملة الأخيرة في الجرامر. I applied for the new job and I'm waiting for the answer to my application with bated breath. أنا قدمت الوظيفة ومستني بفارغ الصبر. مستني يعني خلاص. This means that I am in a nervous and excited state anticipating what will happen. أنا في حالة من التوتر والتحمس والقلق، مستني يا ترى إيه اللي هيحصل. ألقاكم على خير إن شاء الله. ده كده كان التمارين بتاعتك في الجرامر. إن شاء الله بأمر الله انتظروا الفيديو القادم. الفيديو القادم بأمر الله هيبقى عن الإكسرسايز إن رايتنج اللي موجود عندك في الملزمة. هحل معاكم الرايتنج جملة جملة وأقول لك فكرتها، لأن هي على ثانوية عامة، بس بما إننا مش ضامنين وقلقانين وممكن تيجي، فهعملها معاكم بأمر الله بحيث يبقى معاك الرايتنج بتاع الترم الأولاني كامل، وبعد كده نبقى نعمل فيديو تاني للترم التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.